موضوع الارهاب يعني هو موضوع عالمي، وانا قلت عالمي ما كانوش مصدقين، بقى عالمي، بقى يفرقعوا لهم في اسبانيا وفرقعوا لهم في انجلترا كل يوم والتاني، وهو في امريكا هو ما شاء الله يعني كانوا هينسبوا لهم الدنيا، وهو في فرنسا وفي ايطاليا وكله، وفي تركيا وفي روسيا ابتدى عالمي. احنا بنتعامل معه بالقانون، ومش هنهد الديمقراطية ولا حاجة، بالقانون. هتقولوا لي المحاكم العسكرية، لان القضاء المدني مش قادر يتحمل عليه ضغط، بيبقى عنده 6000 وكذا الف قضية، فبيضطر القضية تأجل كتير كتير كتير، والمحامين عاوزين قضية تأجل عشان تموت، وما دام بتتأجل كتير جدا الارهاب ما بيحسش بردع علشان نقدر نفذ. لازم يأمن المواطن، وليس معنى هذا ان انا حريص. تقول لي حقوق الانسان، اقول لي لما تيجي تكلمني عن حقوق الانسان اقول لك حقوق الانسان البريء اللي ماشي بيموت، ده اللي انا بدور عليه. لكن النفاق كلها بلطجية، تقول لك مش عارف ايه، ويجروا يشتكوا لجمعية حقوق الانسان ومش عارف الانسان ايه. انا حريص على حقوق الانسان، المواطن المسلم لكل واحد، صغيره قبل كبيره وكبيره قبل صغيره كله. بس كمان انا مش معناها ان انا اموت المواطنين واسيب المواطنين تموت عشان تقول لي حقوق الانسان وتدخل في الشؤون الداخلية، ده موضوع مش هقبله ابدا.